بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا هنقول فيه شوية أفكار، 10 أفكار ممكن تاخدي منهم فكرة أو اتنين أو تاخدي ال10 براحتك. دي أفكار للغدا علشان تسهل عليك التفكير في حيرة كل يوم هناكل ايه وهنعمل ايه. أنا النهاردة بديك 10 أفكار، وكلها أفكار سهلة وبسيطة ويعني بدرجة كبيرة موفرة. عملت معظم الفيديوهات دي عملتها معاكم على القناة. وهاقول لِك كل حاجة والفيديوهات بتاعتها، اللي ما شُفتيش مثلًا فيديو منها ممكن تبقي تشوفيه على القناة. أول فكرة معانا النهارده أو أول غدا معانا هو البرجر بتاع اللحمة. أنا قدّمته بالطريقة اللي أنتِ شايفاها قدّامِك دي، زي مثلًا كده زي طريقة المطاعم، يعني بشكل كويس بس علشان الأولاد يحبوه ويبقوا متحمسين وهُم بياكلوا منه. عملته معاكم بربع كيلو بس من اللحمة. طيب الفكرة التانية عملت سمك مشوي، ده كان سمك مكرونة وكنت شوياه وعاملة معاه رز أبيض وسلطة ومخلل. طيب ممكن مثلًا ناس ما بتحبش سمك المكرونة، ممكن تجيبي بولتي، ممكن تجيبي بوري، يعني هاتي السمك اللي يناسبِك وبالأسعار. أنا عارفة إن السمك الأيام دي غالي، بس بصراحة هو ما فيش حاجة دلوقتي رخيصة، كل حاجة غالية، فإحنا لازم ندخّل السمك يعني حتى ولو مرّة أو مرّتين في الشهر، علشان يبقى في omega 3 للأولاد وكده، يعني مش هيبقى من كل حاجة. السمك يعتبر منها بروتين ومنها أوميجا 3. عايزة تقدّمي معاه الرز بأي طريقة تانية، عايزة تقدّميه رز أصفر، رز بالتقلية براحتك زي ما أنتِ عايزة. أنا قدّمته مع رز أبيض وسلطة وتمام كده الحمد لله. فكرة كمان معانا تالت فكرة دي الكشري الإسكندراني أو كشري العدس. عملت معاكم كشري العدس في فيديو من الفيديوهات، عملت معاه البيض المسلوق وعملته دحرجته كده في حتة سمنة أو زيت براحتك زي ما أنتِ عايزة. لو عايزة تقدّميه كده بس مسلوق من غير ما تحمّريه براحتك. هتقدّمي معاه سلطة، هتقدّمي معاه بتنجان بدقة، هتحطّي معاه مثلًا بطاطس محمّرة، زي ما أنتِ عايزة وعلى حسب إمكانياتِك. هي أكلة كويسة وإلى حدٍ ما برضه موفّرة. هي مش موفّرة أوي برضه بالغلا اللي إحنا فيه ده، بس هنعمل إيه، يعني لازم نمشّي الدنيا. عملت يعني كوباية الرز بتاخد نُص كوباية من العدس، وبتعمليهم وبتمشّي بيهم اليوم. حُطّي جنبه اللي أنتِ عايزاه، لو عايزة تعملي جنبه سلطة بس تكوني يعني عاملاها فيها سلطة الطماطم مع الخيار، مع الخس، مع جرجير، مع جزر، يعني حاولي إن أنتِ تشكّلي كده طبق السلطة علشان يبقى فيه قيمة غذائية عالية، مع البروتين يبقى حتى لو كل واحد بيضة مثلًا مع الرز والعدس، وهتبقى أكلة إن شاء الله كويسة. ويا رب، يا رب، يا رب يعني ربنا يرخي قوت المسلمين يا رب، والأسعار تنزل شوية في الحاجات، يعني الوضع الصعب اللي إحنا فيه دلوقتي، ربنا يعين يا رب كل واحد على حاله. ودي فكرة كانت من تالت أفكار بتاعة النهارده. معايا كمان ال الوجبة اللي أنتم شايفينها دي برضه كده تقديم مطاعم كده حاجة فاخر كده من الآخر. عملتها بصدر فرخة واحد بس، بصدر فرخة قطّعته وعملته الستريبس اللي أنتم شايفينه ده، عملته معاكم بالخلطة الموفّرة، عملناها مع بعض في القناة. قدّمت معاها بطاطس محمّرة والكاتشب والخيار، قدّمي معاها اللي أنتِ عايزاه. أنا جِبت صدر فرخة وقطّعته وعملت معاه رز الريزو اللي هو اللي بالكركم والبصل، وعملت معاه الكاتشب ده إحنا عاملاه في البيت. عايزة تعملي معاه سلطة ماشي، مخلِّل، خيار شرايح زي ما أنا عاملة كده. وبرضه إلى حدٍ ما برضه وجبة موفّرة على قد ما نقدر. معايا كمان هنا القرنبيط.
القرنبيط هو صحيح غالي برضه السنة دي وما رخصش لغاية دلوقتي رغم إن إحنا في موسم القرنبيط، بس أنا مش عارفة هو أسعاره غالية ليه ومش راضي ينزل خالص. إن شاء الله، إن شاء الله يا رب ينزل، علشان حتى نقدر نخزّن منه ونقدر نعمل منه في أي وقت. أنا عملت القرنبيط معاكم في فيديو من الفيديوهات بطريقة حلوة جدًا، ويفضل مقرمش معاكِ، عملته ببيضة واحدة بس، وفضل مقرمش وما شربش زيت، حتى بعد ما بيبرد بيبقى جميل. عملت معاه شوربة خضار، كنت واخدة من القرنبيطة حتت اللي هي قطع قرنبيط صغيرة كده، وعملتها مع فاصوليا وكوسة وجزر، وكانت حاجة يعني جنب القرنبيط تدفي كده في الشتا والبرد اللي إحنا فيه. عملت معاها خيار، عايزة تعملي معاها سلطة، عايزة تحطي معاها مخلل، براحتك، عايزة تحمّري بطاطس، برضه على حسب إمكانياتِك، بس أنا اليوم ده عملتها وقدّمتها بالطريقة دي. عملت معاكم فيديو بربع لحمة مفرومة، عملنا أكل يومين. أكل اليومين إزاي بربع لحمة مفرومة، ادخلوا شوفوا الفيديو على القناة. عملت فيه صينية المكرونة البشاميل الكبيرة أوي دي، بتُمن بس من اللحمة المفرومة. وفي يومها قُلت لكم إزاي هنقدر نزوّد كمية اللحمة. حطيت عليها خضار، عصّقت اللحمة مع خضروات، حطيت جزر، حطيت كوسة وبصل وصلصة، يعني حاولت على قد ما أقدر إن إحنا نخلّي كمية العصاق كبيرة. عملت صينية المكرونة اللي قدّامكم دي كبيرة، يعني هي كفّت أسرة من 5 أفراد، يعني كانت كويسة جدًا بصراحة. وعملنا البشاميل بطريقة حلوة، وبرضه من غير يعتبر ما كانتش الصينية دي كلّها ما كانتش يعني مستخدمة فيها دهون كتير، كانت معلقتين زيت عملنا بيهم كل الصينية، وكانت أكلة حلوة جدًا وكانت برضه موفّرة. ابقوا شوفوا الفيديو على القناة. عملت كمان في نفس الفيديو أكلة تانية هنشوفها مع بعض النهارده برضه بتُمن بس من اللحمة المفرومة. معانا فكرة كمان من الأفكار بصدر فرخة، يعني إحنا كنا عاملين بصدر فرخة واحد كمية nuggets كبيرة جدًا، حلوة جدًا. وكنت عاملة كمان برجر الفراخ، بس البرجر الفراخ أنا عملته في يوم، وعملت الnuggets ده في يوم تاني. قدّمت الnuggets مع المكرونة دي، دي مكرونة بالفلفل فلفل وصلصة وبصل وتوم، وكانت حلوة جدًا. يبقى تعملي اليوم مثلًا ده nuggets مع مكرونة، بتبقى وجبة حلوة، ممكن تقدّمي معاها سلطة ومخلل، وبتبقى يعني مش محتاجة جنبها أي حاجة. عايزة أقول لِك إن كمية الnuggets كانت كبيرة، أنا ما عملتش الكمية كلّها مرّة واحدة، إحنا يعني ده كان غدا يوم، وبقية الnuggets أنا شيلته في الفريزر. دي الكفتة اللي أنا قُلت لكم عليها، وجبة تانية أو فكرة تانية من الأفكار. طبعًا أنتِ عايزة تعملي بكمية لحمة أكبر اعملي، بس أنا باقول لِك الفكرة، وباقول لِك الفيديو اللي أنا كنت عاملة فيه ال الأفكار دي، كنت عاملة بربع لحمة مفرومة أكلتين، كانت المكرونة البشاميل وكانت كفتة الرز دي. دي مش كانت كل الكمية على فكرة، كان في لسه كمية كمان، لإن الولاد كانوا بياكلوا منها متحمّرة، كان طعمها حلو جدًا، والولاد أكلوا منها وهي متحمّرة. والباقي أنا عملته في الصلصة، قدّمت معاه رز بشعرية، وقدّمت معاه الخيار والمخلل. عايزة تعملي معاه سلطة براحتك. لو عايزة تعملي مثلًا الرز أبيض أو رز حبّة وحبّة، برضه دي حاجة ترجع لِك، شوفي أنتِ بتحبّي إيه وأولادِك بيحبّوا إيه واعمليها. كفتة الرز من الحاجات اللي بترمي معاكِ كتير وموفّرة جدًا. معانا كمان البيتزا، البيتزا دي عملناها يمكن بربع فراخ، صدور فراخ بربع كيلو بس، أو لو عندِك صدر فرخة هتقطّعيه وتفرميه، وهتعملي منه كمية البيتزا دي كلّها. إحنا يومها عملنا مهرجان بيتزا، عملنا 4 بيتزات حجم كبير، حجم كبير جدًا، يعني دي مش الصواني الصغيّرة بتاعة الفرن العادية لأ، دي صواني من الكبيرة جدًا. أنا عملت 4 بيتزات كبار، على فكرة دول مش على قد يوم واحد بس، دول أنتِ ممكن تقسميهم على يومين. لو أسرة مكوّنة من 5 أفراد أو 4 أفراد، أنتِ بتقسميهم على يومين لإن هم كبار. برضه حجم البيتزاية مش صغيّر، السماكة بتاعة البيتزا مش صغيّرة. زوّدنا الكمية، ممكن تحشيها عادي براحتك، أنتِ لو عايزة تحشيها لحمة مفرومة معصّجة ماشي. يومها أنا عملتها صدور الفراخ،
أنتِ عايزة تحشيها ميكس جبن تمام، عايزة تحشيها بالخضروات أو بالتونة، الحشو ده حاجة ترجع لِك، مع الجبنة الموتزاريلا، مع الزيتون، مع الفلفل، بتبقى شكلها جميل وبتبقى تحفة، وأكلة برضه تعتبر موفّرة. أنا كنت عاملة كيلو من الدقيق، عملت بيهم ال4 بيتزات الكبار دول. لو أنتِ الصواني بتاعتِك أصغر من كده، ممكن تعمل معاكِ 5 أو 6 بيتزات من اللي هو الحجم المتوسط، إنما أنا كنت عاملاهم حجم كبير. معانا دي ما تعتبرش يعني فكرة موفّرة، بس لازم يعني حتى ولو مرّة في الشهر والّا مرّتين على حسب إمكانياتِك وظروفِك وميزانيتِك. ده كانت لحمة، كنت سالقة لحمة، وكنت أخدت من الشوربة بتاعتها وعملت شوربة لسان عصفور، وعملت معاها رُز بشعرية، وعملت معاها كوسة. طيب ما بتحبّيش الكوسة أو الولاد مش بيحبّوا الكوسة، ممكن تعملي بطاطس، ممكن تعملي فاصوليا سواء ناشفة أو خضرا براحتك، عايزة تعملي قلقاس، يعني الخضار ده براحتك. دي الأفكار بتاعتنا النهارده. لو أي فكرة منهم عجبتِك أو استفدتِ من الفيديو بأي حاجة، أي فكرة، يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، ولو أنتِ مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.